بنصالب المناضلات والنساء الأحرار في باكور كردستان، نقول لهم نحن معكم. إذا فاز حزب اليسار الأخضر ستتغير تركيا، ستكون بداية جديدة لتركيا، ستنتزع لغة الكراهية والحرب ويعيش الشعب مساواة وأخوة، ستحل مشكلة الأكراد التي ناضل الجيران 50 عاما من أجل هذه القضية. إذا تغير الحكم وسقط أردوغان عن الحكم ستتغير مجرى الأحداث، ستعيش النساء بحرية، ستنال حريتها وحقوقها الكاملة. نطلب من نساء تركيا وكل النساء في باكور كردستان أنه يخرجوا للانتخابات ويدوا بأصواتهم بكثافة. نعرف أنه هن تحت ضغط هلا، وأن أردوغان عم يقوم بحملة قمع ضد الحقوقيين والمفكرين والمناضلين نساء ورجال حتى يستطيع أن يكسب هذه الانتخابات. لكن نحن في شمال شرق سوريا كنساء شمال شرق سوريا ندعم نساء تركيا الحرات.